مستر خالد، الجماهير عاوزة تسألك كام سؤال. ماشي، احنا هنرد بس على الكام سؤال دول يعني، وهما من باب الرد على السؤال ومن باب النصيحة هل في عشان ما عدد نضيعش وقتهم. ساعات مذاكرة مناسب لليوم بالذات في ليالي الامتحان؟ هو طبعا طلابنا كانوا بيسألوا عن الحاجات دي والله وتفاصيلها، بس انا دايما ما بحطش حاجه ستاندر، يعني مفيش حاجه اسمها هو وقت المذاكره المثالي مثلا 15 ساعه والارقام اللي احنا بنسمعها دي. انا بشوف دايما ان الطالب يذاكر قدر استطاعته، طبعا هو بيبذل اقصى ما عنده، مش ممكن واحد يبقى في ليالي الامتحان ومتخاذل يعني او متكاسل. مم. فهو الطبيعي ان هو بيذاكر حبه وبيريح، بيذاكر ويريح، بيذاكر ويريح. والافضل كمان في الكام يوم دول بصراحه ربنا يعينهم يعني بسبب الضغط الشديد، ان الراحه دي ما يبقاش فيها موبايل الا يعني 10 دقائق، ويحاول يمسك نفسه. خد بالك انا عارف ان ابن الذين ده ادمان يعني، ادمان، انا عارف ما عندناش خلاف. بس هو يعني انا مثلا بالنسبه لي انا بعمل كده في الشغل، حتى اشتغل ساعتين ثلاثه وافصل ربع ساعه، ساعتين ثلاثه وافصل ربع ساعه او نص ساعه. ولو ينفع وانت بتفصل تنزل تتمشى، يعني مثلا ممكن تبقى الفصل دي نازل تتمشى، مثلا هتصلي الظهر او هتصلي العصر وهترجع، ده يفرق معاك كتير. هتغير جو وتغير اللوكيشن اللي انت قاعد فيه، الزهق ده، وفي نفس الوقت عملت عبادتك ورجعت تاني، بتلاقي الموضوع معاك احسن. وانا في ثانوية عامة كنت بظبط البريكات بتاعتي على مواعيد الصلاة. وده من افضل الحاجات، بالذات من افضل يعني الحاجات. يبقى انا مثلا من المغرب للعشاء هذاكر كذا، او مثلا من العصر للمغرب هخلص كذا وبعدين انزل ده وكده بيكون يعني. كويس، بيكون كويس جدا طبعا. طيب دلوقتي الطالب عنده مشكلة امم ان بنسبة 90% من المراجعات بقت اونلاين، امم فمضطر ان هو يمسك الموبايل. طبعا. بس طبيعي ان انا داخل على صفحة الفيسبوك اشوف حاجة فايدي بتاخدني وتاخدني على حتة تاني، فبيحصل تشتت بسبب الموبايل. طبعا هل في طريقة ان انا احافظ على ان انا ما اتشتتش وادخل على الحاجة اللي انا عاوزها بالظبط واطلع؟ والله هو لو هو مركز، احنا مثلا بالنسبه لنا كل مراجعاتنا يوتيوب، مم. فهو خلاص يعني الكام ابلكيشن دول ممكن يعني يستغنى عنهم شويه، ممكن والله ممكن. اصل اقول لك على حاجه، انت بتقول ايه انا مش هبص على التيك توك، يجي لك اشعار تخش، يا عم احنا كلنا كده، خلينا صراحه، كلنا كده صح. نقفل النوتيفيكيشن بقى. نقفل بقى الحاجات دي خالص، وممكن نقفل الاب ده خالص، نشيله لحد ما الامتحانات تخلص بجد، ونبقى مركزين في اللي فيه فايده لينا. اللي فيه فايده لينا هنبص على حاجه مثلا من على مدرس فيسبوك او يوتيوب، او هو يوتيوب طبعا احنا عرفنا المواعيد والحاجه اللي هو هيعملها، كفايه علينا بصراحه اليوتيوب، لان الموضوع فعلا لا يعني في تضييع وقت كتير. احنا نفسنا حتى كمدرسين بنعاني ان احنا ممكن فعلا اقعد ما بين في بريك كده تلاقيني مثلا سرحت ساعه قاعد عمال ابص على حاجات. مم. فهو بصراحه يعني احنا عارفين ان المشتتات اللي حواليهم كتير، ولذلك الواحد برضو بيلتمس لهم العذر في ايه، ان احنا ما كانش على ايامنا الحاجات دي كلها، صح. كل الكلام ده ما كانش موجود، ومع ذلك كنا مشتتين. فما بالك بقى واحد ما شاء الله عنده على التليفون حوالي 5 6 ابلكيشنز، يعني كل واحد فيهم كفيل بيشدوا من حتة. ان هو يبهدلك يبهدلك. فلا يركزوا طبعا. طب ازود التركيز ازاي؟ هو بصوا يا جماعه، احنا اتكلمنا كتير في موضوع التركيز وان في فكره النسيان. هو بصوا يا جماعه، انا دايما نصيحتي في موضوع انك تحس انك مركز ده، اولا هو كده كده الشيطان بيخش لنا دايما من فكره ايه، انت ناسي، يالا انت مش فاكر حاجه، انت مش عارف تحل، انت بص ضياع، انت مفيش منك. طبعا الشيطان ده مدخل من مداخل الشيطان لكتير من الناس. بص يا ابني اقول لك على حاجه، انت تجتهد وتذاكر وتتوكل على الله، دي الاولى. التانية بقى كمان ذكر الله سبحانه وتعالى، ان فعلا الناس وهي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى ده من مثبتات، والله بيثبت علمك، بيثبت علمك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك الذكر كمان بس مش ذكر اللسان، كنت بقولها دايما للناس، ذكر القلب. ان الناس اللي قلبها لاهي عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى دي عندها مشكله، يجي يركز ما يعرفش. ولذلك ربنا قال له في القرآن ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ان يجي بص تلاقيه هو بيذاكر كتير بس في النهايه مفيش محصله. ليه؟ لأن نسي حتة مهمة، إن جزء كبير من إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ويرزقك الثبات والسداد مبني على إن ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنك. ربنا بيكلم المؤمنين قال لهم كده، قال لهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. في ناس بقى فاكرة في الآخرة بس، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهو هنا يثبته سبحانه وتعالى بإن أنت راجل خلاص دايما مع الله، فطالما أنت مع ربنا سبحانه وتعالى هذه المعية تخليك واثق في ربنا ومطمئن، لأن أحيانا بينسى بسبب إن هو خايف، ودي احنا عارفينها كلنا في علم النفس. ألا بذكر الله تطمئن بس القلوب. كده ان هو يطمن للحته دي. طيب في الليلة الأخيرة من ليالي الامتحان بيبقى الطالب مشتت، أذاكر أرجع أسمع شرح ولا أحل، وأحل إيه امتحانات ولا؟ لا مفيش طالب في ليالي الامتحان بيذاكر. مم.
صعبه دي، بعيده. بيراجع مراجعه سريعه. بعيده، ممكن بتراجع مراجعه سريعه على حاجه مثلا حسيت نسيتها، والمجهود الاكبر على الحل. لكن المجهود الاكبر حل كتير. احنا في ليالي الامتحان هنشرح ونحل، يعني انا واحد من الناس مع الشرح هشرح واحل، هفكره كل حاجه باذن الله، لكن في الاول وفي الاخر هو بقى تركيزه بعد ما شاف شرح هيعدي على الشرح مره في اول يوم، من اليوم الثاني واليوم الثالث لو في وقت، لو في بين المواد ثلاث ليالي، لا اعمل حاجه، انت عندك حل كتير، حل واتفرج على حلول، حل واتفرج على حلول. لكن اهم حاجه لما يجي يحل ما يروحش المصادر مش موجود الحل النموذجي بتاعها، ويكون مطمن ان هو حل صح. لا يفضل ان حل مع مدرسه. في ليله الامتحان اي سؤال ملوش حل ممكن يبقى سؤال بسيط وانا اتلخبط فيه يربك، واحس ان الدنيا بالنسبه لي بيشتته فعلا. انت ممكن تتشتت بحاجه زي كده. ولذلك صديقي العزيز فعلا يعني من اكتر النصائح اللي بنقولها دايما يا جماعه، اولا ما تجيش على نفسك قوي في حته الارتباك دي. بنشوف حاجات دلوقتي على السوشيال ميديا من طلبه جايه ليله الامتحان وبتنهار. هذا الانهيار يا جماعه لا يصح ان هو يحدث مننا. احنا لحد اخر لحظه باذن الله تعالى اقوياء بالله، يعني انت بتستقوى فعلا بالله ان ربنا سبحانه وتعالى معاك. تعبك، انت تعبت واجتهدت وعملت اللي عليك، وحتى لو قصرت شويه يا جماعه ما كلنا مقصرين. اصل بعض الناس يقول لك اصل انا مقصر، يا عم انا مقصر. ما فيش حد يا جماعه شغله 100%، ما فيش حد عمله مقبول 100%، وانما احنا بنجتهد كلنا. بعد اجتهادك ده خلاص بقى تقف وتدعي ربنا وبص، ويعني تتضرع في الدعاء. ده كمان المهم قوي ان هو يحس كده ان الدعاء طالع من قلبه، ان ربنا سبحانه وتعالى كده يتقبل منه ويرزقه التوفيق ان شاء الله في الامتحان. وباذن الله كده ان شاء الله يعني الفيزياء باذن الله تيجي بسيطه كده وخفيفه. والله يعني خالص دعواتنا ليكم والله بالسداد والتوفيق. يعني احنا اعتقد ما من حد، كفايه اولياء اموركم. انا كنت معدي يوم العربي، والله يعني الجلسه اللي قاعدها اولياء الامور، يعني الامهات قدام المدرسه وقاعدين، اللي ماسكه مصحف واللي عماله تدعي لبنتها. والله يا جماعه يعني هذه الدعوات ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعها ولن يجعلها هباء. اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لكم الخير كله يعني ان شاء الله. فلا تحزن كده صديقي العزيز، وربنا يعينكم ان شاء الله. اخر سؤال بقى، معلش تعبناك. اخر سؤال، قول. دلوقتي انا في ليله الامتحان، بكره الامتحان خلاص، والساعه جت 11 12 بالليل، في جزء ما ذاكرتوش. يا ترى اسهر واوصل للامتحان مطبق، او نام ساعتين 3، ولا انام كويس واكتفي باللي انا ذاكرته؟ والله انا ما بحبش حكايه السهر دي، يعني تسهر مطبق دي وتروح الامتحان، انا لا انصح بيها ابدا. بس يعني هو دايما طبعا كل واحد ادرى بحاله وامور مختلفه. انا عارف ان في بعض الناس بتبقى مخلصه اصلا يا مستر على فكره، ويجي ينام ما يعرفش. ما هو عشان ما تعودش ينام في الميعاد ده. القلق، لا والقلق والتوتر. احيانا القلق والتوتر بيخلي الدماغ شغاله، يبقى هو نايم اصلا وفي دماغه حل مساله، اللي هو حاطط دماغه على السرير. ودي بتحصل معانا احيانا. دخل النوم تلاقيه عمال يحلم بقى ايه باللجنه والكوابيس. لا فهو والله بص، يعني قدر الاستطاعه حاول انك تكون مطمن فعلا. وهذا الاطمئنان لا ياتي مش دوسه زرار برضه يا جماعه. الناس اللي متعوده انها تقرب من ربنا كده في افعالها، والله فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها الطمانينه دي. نسال ربنا ان هو يرزقهم الطمانينه والثبات كده والله، عشان ما يبقوش دايما متوترين كده وقلقانين. تعبناك يا مستر معانا. الله يخليك يا حبيبي. مشيناك مشوار بعيد. لا مش لا بعيد ولا حاجه، ما تقولش كده. وبعدين ليكوا لحبايبنا يعني. لا مفيش الكلام ده خالص. يعني دحرك كمان والله. بص جايب لنا هات يا عم. والله يعني والله حوده كتير اللي انت يعني بيعملوه. والله بص يا جماعه، انا جبت لك حاجه صغيره كده عشان تعرف تشيلها في جيب البنطلون. لا بس حلو والله، لا خدها وانا نازل. انت ما تعرفش تدورنا على الصغير ده ازاي؟ لا جميل والله، جميل. والله هو مسقعها وعامل لي شغل يعني. بص والله يعني هديه مقبوله. انت حبيبي يعني تهانوا تحبوا فعلا والله بجد يا جماعه. خالص دعواتنا ليكم فعلا بالسداد والتوفيق. يعني احنا ما من وقت الا وبندعي لطلابنا فيه، وربنا كده يرزق مستر محمود كمال السداد والتوفيق. وان شاء الله كده الاسئله اللي هتتحل باذن الله تعالى تيجوا تشوفوها. يعني احنا عارفين دايما يا جماعه ان مفيش حاجه اسمها توقعات، يعني عشان بس تشيلوا من دماغكم الفكره دي. احنا في النظام الجديد بنحل افكار، وبنحاول قدر الاستطاعه ان الافكار دي تصبح باذن الله مقاربه لفكر وضع الامتحان. فنسال ربنا سبحانه وتعالى كده ان هو يتقبل منا ومنكم، وان يجعل هذا العمل باذن الله خالصا لوجهه الكريم. اشوفكم على خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفك على خير يا صديقي. حبيبي. ماشي يا مستر.